ابو تريكه. البدايه على بركه الله الى خارج الملعب. تماس سيد معوض. اذا الاهلي شريف اكرامي، شريف عبد الفضيل، وائل جمعه، احمد السيد، سيد معوض، محمد بركات، حسام عاشور، محمد ابو تريكه، شهاب الدين احمد، واحمد متعب، محمد فاضل، سمير عبود. في حراسه المرمى للاتحاد الليبي عبد العزيز بالريج، يونس الشيباني، اسامه شطيبه، وليد الهدلول، مروان المبروك، محمد الصناني، وليد الخندوشي، منصور البراكي، داوود كاميلو، احمد الزوي. ادي شريف عبد الفضيل لوائل لاحمد السيد، بيتقدم في نص الملعب كده. لاعب واحد في وسط ملعب او في نص ملعب النادي الاهلي شريف اكرامي، لان كمان وائل تقدم وعدى خط المنتصف. نتمنى ان اللعيبه تركز، وكل بدلاء النادي الاهلي قاموا يجروا لحماه. شايف انا اسامه حسني ومصطفى شبيطه وعبد الله فاروق واحمد شكري وجilberto. هذه المحاوله عند وليد دخل منطقه 18 لكن احمد السيد بيطلع والى خارج الملعب. ربما تكون المباراه محتاجه في وسط الملعب لاعب بنزعه احمد شكري، لان الاثنين في موقع اللاعب الوسط الدفاعي شهاب وحسام عاشور كلاهما يعني صوره من الاخر. مفيش تسديدات على المرمى، مفيش مؤازره هجوميه، انما كل الميل للاستلام والتسليم. لعب يبدو لعب نمطي. ادي الاماميه لكن فضل الله ابو تريكه مره ثانيه لمسه ولعبه. لعبد العزيز بالريش بيلعب الاماميه شريف اكرامي. كابتن ابو العلا بيجهز البدلاء. عدت الكوره فاول على سيد معوض لانه حجز كده او اعترض انطلاقه عبد العزيز بالريش. هذه واضحه تماما مفيش كلام. يونس الشيباني، وائل جمعه بيقطع الكوره بترد على طول. فضل بيلمسها كده لكن بتروح على طول مره ثانيه لشطيبه. ملعوبه الاماميه شريف اكرامي بيقول له سيبها لي خلاص، هيلعب هو بقدمه الاماميه. في لعيب واقع على الارض. بقول لحضراتكم عايزين كل ما كانت الكره ملعوبه على طول. ابو تريكه لسيد معوض لحسام عاشور. سيد معوض مرة تانية، سقوط على الأرض وحكم اللقاء بيدي فاول وهيروح يطمئن على اللاعب اللي واقع على الأرض. هذه اللي كان الصراع ما بين عبد العزيز بالريش وسيد معوض. لازم ناخد بالنا سيد معوض في حوار كده بينه وبين عبد العزيز بالريش، ما ينفعش طبعا عشان يعني ما تتوقفش المباراه، لازم يهدى. راح له بركات بالفعل، كلام مظبوط، انتهى الموقف. انما هذه الكوره نزل الجهاز الطبي للفريق الليبي، مفتاح غزاله وهشام شعبان ورياض اللافي وبيير كوليبالي، ناصر اصليل، عبد الحكيم عبده، جيري ايمار، بدلاء الاتحاد الليبي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. مش عايزين الوقت يسرقنا، مش عايزين الدقائق تمر طالما ما فيش اهداف. يبقى التركيز، يبقى التصميم، يبقى الحزم والحسم في التعامل مع الكرات الاماميه. سمير عبود بيطلع على طول ناحيه اليمين هناك الى رمي التماس عند شريف عبد الفضيل. بيطلب نزول ارض الملعب اللاعب اللي كان بيتعالج وهو اللاعب رقم 4 وليد الخندوشي. ناحيه الشمال سيد معوض حكم اللقاء لسه ما اذنلوش، اذن له بركات لسيد، عايز يعدي،
اتقطعت منه وطلعت بره الملعب رمي تماس. هذه محمد الصناني، يعني الدور على الصناني. خلاص المدرسة الشمال افريقية اشتغلت، يجيدها زملائنا واشقائنا في شمال افريقيا. بس انا رايي ان لاعبينا ما لهمش دخل بالحكايه دي، بس يلفتوا نظر الحكم. انما هذه هو اتزحلق وقع لوحده ومسك على طول. نتمنى له السلامه بكل الاحوال، نتمنى له السلامه. هيخرج وبعدين يطلب اللعب على طول والنزول على طول. خلاص حفظنا مدرسه شمال افريقيا في كره القدم. حينما تكون المباراه لصالح الفريق الشقيق من شمال افريقيا يتعمد طبعا اللاعبون السقوط على ارض الملعب تباعا. هذه استلام، انما نتمنى السلامه اذا كان مصاب، لكنه خلاص انا شفته وقف، خلاص وقف على خط التماس بيطلب الاذن او بيطلب الاذن بدخول ارض الملعب. انما الكره المقطوعه هذه حسام عاشور، هذه اللمسه البركات، بركات بيفتح اللعب في نص الملعب لشهاب، سندها البعيده عليه، بعيده عليه، عطل نفسه، ضيع استمراريه الهجمه على طول. انما عادت مره اخرى الشريف عبد الفضيل بيلعب كده باداء شويه في عنتريه في قوه، وبالتالي بيفقد الكره الشريف. انما رايح حكم اللقاء الى اللاعب اللي هو محمد الصناني وبيحذره وبيديله انذار، يعتبر خروجه ادعاء للاصابه، يعتبر ادعاء للاصابه. بيقول له هذه يعني هو الراجل بيقول له هذه الفخذ كان فيها كدمه كده، لكن الراجل اللي هو عارف، هو زميله كلمه وقال له انه ده ما خدش نص دقيقه فوق عربيه الاسعاف، وبالتالي نزل. الجماهير ابتدت تصحصح تاني وده المطلوب. يرجع يرددين الكوره، بيقول له العب على الصافره اذا سمحت. حكم اللقاء طبعا هيحد من السقوط في الملعب بعد الانذار اللي اداه للصناني. هذه الجماهير هدف يشعل المباراه. يلا يا رجاله، باعتبار ان المستهدف 3 ما ينفعش يتاخر حتى الدقيقه 52 ملعوبه على طول معديه، سقوط على الارض الى خارج الملعب. بيقول ما فيش حاجه، بيقول ما فيش حاجه. وادي محمد فاضل خلاص ما يروحش الحكم طبعا. ضربه مرمى لصالح الاتحاد الليبي اللي تاسس عام 44 هناك في الجماهيريه الليبيه بعد اندماج فريقي الشباب والنهضه. هذه الكره مره ثانيه لكاميلو وملعوبه الاماميه ناحيه اليمين لوليد الخندوشي، بيحاول يلم كورته، عايز يعدي، لعب الكره لكن حسام عاشور خدها، طلع، لكن طلع التميل، ادى على طول تسديده قويه. ناخد بالنا من التسديدات القويه من مروان مبروك، لكن على طول شريف اكرامي شكل الاداء مستمر على ما كان عليه في الشوط الاول، ونستطيع القول انه مستمر لما كان عليه في مباراه الذهاب. هذه مره ثانيه احمد السيد بيرجع، انما بركات لسه ما استلمش، بيعلي على طول شطيبه، فضل يلمس كده على طول لبركات، مره ثانيه الفضل بيجيب الكره على رجله اليمين لفضل لبركات، سيد معوض راح له في الناحيه الشمال اديله اسرع، مظبوط الكلام، بركات لسيد، سيد بيلعب العرضيه هناك، مستنيها طالما في حرم ال6 ياردات يبقى حارس المرمى لما يكون بخبره السنين اللي عندي سمير عبود يعرف يتعامل مع حارس مرمى متميز. بالمناسبه في العشريه الاخيره بقول لحضراتكم هو الحارس رقم 1 في الكره الليبيه مع المنتخب الليبي. ادي لمسه ولعبه ناحيه الشمال هناك، وبيحاول يلم كورته على طول شريف، يدي لوائل جمعه، استلام والسقوط على الارض لصالح ابو تريكه. ابو تريكه ما زال ابو تريكه يبحث عن ابو تريكه اللي الناس عارفاه واللي هو عارفه، لكن دي مرحله يا جماعه مطلوب الكل يأزروا فيها ليعود كما كان فنان يصول في الملاعب ويقول، وبالتالي يمتعنا مع الاهلي ومع المنتخب الوطني ويمتع كل عشاق الساحره المستديره مع شوقة الجماهير هنا في مصر. الشريف عبد الفضيل زي ما قلت لحضراتكم، وبيطلعوا الكوره بروح رياضيه عاليه طبعا، بيردوا على كوره وليد الخندوشي اللي ما طلعهاش لاعبو النادي الاهلي، لكن قام شريف على طول
وبالتالي تماس اهي كان مع منصور البراكي. اتلعبت التماس، رجعت مرة تانية للاتحاد الليبي، انما خد الكرة بشكل حلو وائل ولعب على طول عرضية، بيحاول خدها بركات بشكل احلى، سند على طول لمتعب ومتعب بيسدد في المكان والزمان، مستني عبود في المكان والزمان، مستني عبود. هيتنجم عبود طبعا طالما التسديدات في المكان والزمان هو مستنيها، مفيش اي تسديدة بعيدة عن متناوله باستثناء كرة القائم في الشوط الاول. شريف عبد الفضيل بيسند الكرة على الارض كده لشهاب الدين احمد، لابو تريكة يحط على طول لفضل، فضل يلعبها على طول ناحية الشمال. سيد معوض بيدور على بركات، حط البركات، دخل هو لجوه، ادى لشهاب التسديدة حلوة 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 حلوة، هو ده المطلوب، مرة واثنين وثلاثة، الأولى تخيب الثانية تصيب، مفيش كلام مفيش كلام. انما ملا وش رجله حلو، الكرة على طول تسديدة بجوار القائم الايسر لمرمى سمير عبود، ويبدو أسامة حسني في الطريق لنزول ارض الملعب وهو بيعمل السرعات. هذه محاولات في نص الملعب كده لاستجماع الكرة بالنسبة لفريق الاتحاد بشكل حلو، انما لحق على طول وقطع وخدها شهاب. حكم اللقاء مدي فاول في دايرة المنتصف بالضبط للفريق الليبي لنادي الاتحاد. هذه الكرة بيقول لمسة يد، بيقول لمسة يد، يد في ايد شهاب، وبالتالي اعتبرها على طول استفاد منها، فادى على طول ضربة حرة اتلعبت ناحية الشمال لوليد الهدلول. وادي مرة تانية المحاولات اتقطعت لكن رجعت تاني للزاوي. هذه محاولة لكن على طول بيسيبها وائل جمعة. حكم اللقاء بيقول العب، يعني بيقول مشي اللعب بالنسبة للاعب اللي وقع على الأرض اللي هو مروان المبروك، لكن الكرة انقض عليه أحمد الزاوي وكان ممكن يعمل منها حاجة. حكم اللقاء بيقول له خلاص قوم، مش هتقعد. وفعلا قام، ابتدت صرامة الراجل هادي مروان المبروك، انما وائل وقف يستنى يشوف قرار الحكم ايه. وقف شريف عبد الفضيل وعلى طول الكرة الى خارج الملعب، ضربة مرمى. لسه الفرق ما ظهرش ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، تسير الامور على حالها مع الاقتراب من 13 دقيقة. المهمة بتزداد صعوبة بالنسبة للاهلي بهذه افتقاد لتركيز في بطء. أسامة حسني على حساب من؟ في 2 فراودة، حساب واحد من لاعبي الوسط. هل يكون شهاب ابو تريكة مين؟ اعتقد مكسورة في الاثنين. بركات بياخد ضربة حرة، بيقول له ارجع بالكوره لاحمد السيد. كل ده وقت ضايع، كل ده وقت يعني بيستهلك المفروض خبرات لاعبي النادي الاهلي. هذا هو ميودراج، السقوط على الارض، لكن عندي شهاب حط الكوره ناحيه اليمين لشريف، شريف بيرجع تاني لشهاب، هيدي حسام، ادى حسام لسيد. كل دي تمريرات عرضيه بتدي فرصه للاعبي او مدافعي الفريق الاتحادي ان هم يجيدوا التمركز والرقابه لافراد النادي الاهلي المتقدمه هجوميا. استلم شريف عبد الفضيل في الناحيه اليمين، رجع لوائل جمعه. 21 لاعب في نص ملعب الاتحاد، لكن اللعب عرضي، واللعب العرضي ما فيش منه ثمن، ما فيش من وراه رجا. هذه العرضيه، هذه الاستلام، هذه جول، هذه العرضيه، هذه الاستلام، هذه جول. يا سلام يا متعب، كان فين يا اخي من زمان الكلام ده؟ كان فين من زمان الكلام ده؟ احمرت المدرجات ويعني رفعت الرايات والكرة على نقطة البداية من جديد. هدف وسجدة شكر لعماد متعب. ادي الاستلام وادي التسديد وادي الهدف، ويشير للجماهير شجع ناديك، شجع سفير بلدك في البطولة الافريقية، تفاعل مع المباراة. عود يا جمهور الاهلي ويا جمهور مصر لمؤازرة السفير المصري. شوف على طول ادي سيد معوض، ادي الاستلام، ادي الدوران، ادي التسديد، ادي الجول.
حلوه حلوه حلوه، فيها المباغته وفيها السرعه وفيها القوه، فيها هو ده المطلوب. وحمامه كده يعني بيضاء تحمل علم صغير كده للنادي الاهلي دخلت ارض الملعب، وانطلاقه مره ثانيه، لكن التركيز بقى في التمريره يعني افتقدها سيد معوض. كان عمل الكره الحلوه اللي فاتت احمد السيد لواء الجمعه كده. المباراه مع ربع ساعه الحمامه النبيه كده، النبيه اللون شايفين احنا من اعلى نقطه رايح لها سيد معوض، لكن عدى من جنبها محدش خد باله منها لسه. انما هي البدايه ان شاء الله. هذا السقوط على الارض، الكره اللي كان فاضل بيتكلم فيها، انما مره ثانيه حط رجلك على الكره اتقطعت شهاب وناخد بالنا. وعلى طول مره ثانيه يا سلام يا شريف في اداء الواجب الدفاعي، او اللي لما يضم كده بيبقى شكله حلو في التغطيه. هنشوف اسامه حسني بدل من مين، لكن سيد معوض مره ثانيه فضلي بيطلبها حطها، ومره ثانيه ابو تريكه واللمسه واللعبه، انما تتقطع ادخل يا على طول يا شباب. يا سلام مره ثانيه حلوه حلوه، ده الاصرار اللي بنقول لحضراتكم عليه من نفس المكان. يعمل عرضيه من مستني يا راجل يا راجل، مره ثانيه وثالثه يا راجل يا فضل. كان ممكن الهدف الثاني، هي كانت كرة الهدف الثاني، استلام مع استعانة كده بالكتف القانوني. يا سلام يا وائل يا جمعة، خد الكرة استخلصها بشكل حلو، الضغط حلو، الحماس والارتفاع في نسق المباراة زاد بشكل حلو، وملعوبة مرة ثانية وبركات. ركز يا بركات، ومعاه على طول سيد معوض، انما هو عدى وسقوط على الارض، لكن الحكم اللي قبله يلعب. وعدد كبير من لاعبي النادي الاهلي في منطقة الجزاء لفريق الاتحاد الليبي، والمحاولة واحمد السيد. ركز يا احمد، على طول احمد الزوي، عدى احمد الزوي، ناخد بالنا. حسام عاشور والزوي، عدى الزوي. ايه يا جماعه في ايه؟ يعني مره واثنين وثلاثه عدى في لعيب واقع اللي هو داوود كاميلو، لكن حسام البدري بيتكلم والكل بيتكلم مع حكم اللقاء. نشوف الهجمه، يلا ابو تريكه لعب على طول مع فضل على طول عند ابو تريكه، اللمسه واللعبه، حط الكره على طول اماميه، سقوط على الارض. المتعب مديله فاول مواجه تمام لمنطقه قوس منطقه ال 18. بيقول في تغيير دخل احد عمال استاد القاهره ياخد الحمامه اللي في ارض الملعب. بقول لحضراتكم حمامه رمز السلام. هنشوف التغيير، هل الجماهير تشجع ولاعب ساقط على الارض نتمنى له السلامه داوود كاميلو. هيطلع شريف عبد الفضيل اللاعب رقم 4 بيزود الكثافه الهجوميه. هيطلع شريف عبد الفضيل وينزل اسامه حسني اللاعب رقم 18. بركاتك يا شيخ اسامه ان شاء الله. ضربه حره للنادي الاهلي، لكن قام كاميلو من غير ما حد يدخل له من جهاز طبي او رياض اللافي يستعد لنزول ارض الملعب. ادي شريف عايز يكثف التواجد الهجومي، نزل اسامه ومحمد فضل وعماد متعب ومحمد بركات ومحمد ابو تريكه، مجموعه العمل الهجومي لفريق النادي الاهلي. يركز ابو تريكه في تسديد الركله الحره من خارج منطقه ال 18. كره متعب كانت مع الدقيقه 15. متعب وابو تريكه وبركات. هنشوف الثلاثه هيعملوا ايه مع الكوره. الحكم بيظبط الحائط البشري، متعب هو اللي بيظبط الكوره على الارض اهو. عود حميد يا متعب لكن في الحائط البشري ما بيظبطوش التعامل. الكره جت ارضيه، وادي الكره العاليه وادي المحاوله، ولكن على طول بيطلع الهجوم الى خارج الملعب. ضربه ركنيه للنادي الاهلي. كل ما كان الضغط متواصل كل ما كانت المحاولات مستمره. جilberto هو اللي بيجيب الكره ويحطها لبركات، على طول يلعبها سيد معوض لبركات، دخل منطقه ال 18 حط الكره لكن بيطلع يونس لسه في الملعب عند سيد، وسيد بيعمل مره ثانيه العرضيه معديه من مقابل جاي داوود كاميلو بياخد الكره ياخدها من قدامه على طول، والحكم بيقول العب، وعلى طول
يقول تسلل. حكم اللقاء ادى اشاره لعب لان كان في اثنين اتخبطوا ببعض كده في الكوره. ادي الاشاره بتاعته، ادي تحت الفرصه، يعشق تحت الفرصه على اي تسلل على اي من اللاعبين. يعني لم نشاهد في الكره اللي فاتت دي التسلل كان على مين. دكتور ايهاب علي بيطمئن لكن اضطر ينزل ارض الملعب لانه مش عايز اللعيب يطلع ويدخل. لكن في لعيب واقع ايضا من الفريق الاتحادي الليبي. 20 دقيقه. هذه جماهير الاهلي سعيده بهدف عماد متعب وتتمنى المزيد. هذه الكوره اللي جاب منها الهدف. ضربه راس لكن هذه يعني سمير عبود يتألق في الزود على المرمى. عشان بالطريقه طبعا. هذه عماد متعب ان شاء الله سليم، ان شاء الله سليم، ان شاء الله سليم. طالع كده مع الدكتور ان شاء الله سليم، مع الدكتور ايهاب علي اهو. محتاجات دقايق اللي جاي عماد، وبالتالي ان شاء الله هذه الكرة الحلوة وبتريكا عايز يلعبها. لكن برضه سمير عبود نجم المباراة من الفريق الليبي، خبرات تتحدث عن نفسها. وادي برضه داوود كاميلو نمرة 25 اللاعب الكاميروني لاعب نادي القطن. عماد متعب بيطلب نزول ارض الملعب. هيطلع نمرة 4 وليد الخندوشي وينزل نمرة 24 اللاعب رياض اللافي. ادي الخندوشي خرج عنده انذار طبعا. عماد متعب سليم الحمد لله، بياخد رشفه ماء كده وان شاء الله ينزل. ادي استلم سيد معوض، السرعه يا سيد على طول بيلعب باتجاه اسامه. اسامه كان عايز يستحوذ عليها الاول لكن يرجع مره ثانيه يضغط، لكن الشيباني بيطلع الكره بره الملعب. ضربه مرمى. ادي يونس الشيباني. فاكرين حضراتكم في 2007 تعادل سلبي هناك في طرابلس، ثم فوز للنادي الاهلي هنا بهدف سجله في مرمى اسامه الحمادي مدافع فريق الاتحاد الليبي. بركات راح ناحيه الطرف اليمين. حسام عاشور استلم الكره بشكل حلو، السرعه مع ضمان الدقه في التمرير. اسامه والله متعب استلم، متعب بيدور على ابو تريكه، حطها على ابو تريكه. ابو تريكه بيسند على طول عنده اسامه. اسامه المتعب لمتعب لمسه يد ولا اي حكم بيقول مفيش حاجه، انما اتقطعت وبقت على طول الكره مع الاتحاد الليبي. هناك عنده اسامه شطيبه يلعب الاماميه. احمد يرجع الكره بضربه راس كده عشان يتمكن من الامساك بالكره. شريف اكرامي اللي بيقول لزمايله اطلعوا لقدام. بيلعب هو الكره عند ابو تريكه في وسط ملعب الفريق الاتحادي. يستلم ابو تريكه ويدور على طول على فضل لمعوض. عمل كره حلوه عرضيه جاب منها الجول الاول، عايزين الثاني والثالث يا سيد. استلم وعدى شهاب وحطها لسيد، اتضغط عليه، الكره جت في ظهره اتقطعت منه. عبد العزيز بريش بيطلع الكره بره الملعب. والله رياض اللافي هو اللي كان في الطرف اليمين. هيطلع داوود كاميلو وهينزل رقم 13 جيري ايمان اللاعب الايفواري بلديات الحكم من كوت ديفوار. لاعب مدافع رايح على طول، الراجل في وسط الملعب الدفاعي رايح على طول يتكلم مع العمق الدفاعي بتاعه، بيأمن ميودراج العمق الدفاعي. لكن احمد السيد يسند كده على طول مع شهاب لاحمد السيد لوائل. مين يستلم في نص الملعب؟ يستلم على طول ابو تريكه. بركات على يمينه لكن هو لسه مع شهاب لابو تريكه. عايزين اللعب مش عرضي، عايزينه امامي. يحطها حلوه لحسام عاشور.
لبركات في الطرف اليمين. بركات خد مكان شريف كظهير ايمن ويلعب كره على طول معديه، انما سلام سمير عبود نرفع له التحيه طبعا، لازم بروح رياضيه نقول انه حارس مرمى متالق عامل امان كبير لدفاع فرقته. شهاب الدين احمد، بركات يلعبها الاماميه، تتقطع مره ثانيه، تحضير كده احمد الزيوي لوليد الهدلول للبديل إيمار، جيري إيمار للهدلول، تتقطع أبو تريكة البركات، يبدأ مع وائل جمعة، مش عايزين الهدوء. دقيقة 25 هدف ثاني بركلات ترجيح، عايزين نصل إليه وبعدين نفكر في الثالث. شهاب هناك في اليمين، بركات مظبوط الكلام، حلوة الرؤية لشهاب. بركات يلعب مع أسامة، يرجع مرة تانية لأبو تريكة، يسند كده ويعديها حلوة لشهاب، ده كان حسام عاشور، لكن شهاب برضه بيلعب الكرة داخل منطقة 18 وعلى طول مين يا بركات. حلوة الفكرة، حلوة الفكرة، واخدها يعني بخارج القدم اليمنى، تسديدة قوية، يعني كان المفروض والله مكانها الطبيعي يا بركات في الشباك، لكن اهي على طول ملا فيها وش رجله، وعلى طول التسديدة إلى خارج الملعب على يمين مرمى سمير عبود اللي بيلعب الكرة على طول في نص ملعب النادي الأهلي عند أحمد السيد، بيرجعها لكن تعود مرة أخرى. استلام الصناني، ياخدها حسام عاشور، أسرع رجالة زي ما كان الكلام في الدقيقتين اللي سبقوا اللقاء. ادي رمي التماس، أسامة شطيبة رقم 22، ده ضربة حرة اتلعبت على طول. أبو تريكة لحسام، لشهاب، لسيد، سيد استلم على طول، شهاب عدى، شهاب فكر في التسديد انما بيطلعها فضل كده، ما ظبطش زوايا التسديد فطلعت. ادي الكرة مرة تانية، محاولات وصراع مستمر، صراع فني. وائل جمعة بيرجع لشريف إكرامي، عايزين لقدام، يبدأ تاني شريف مع وائل جمعة، والتشجيع عاد من جديد. عبد العزيز بيسيب الكرة تطلع بره الملعب، ضربة مرمى لصالح الاتحاد الليبي. لسه فضل، لسه أسامة ما دخلوش مع عماد متعب في جو المباراة، وبالتالي الكثافة الهجومية للنادي الأهلي لم تثمر حتى الآن. ادي متعب لمعوض، بيدور على يلعب لمين، لعبها على طول لفضل، سنده كده لشهاب، لبركات في اليمين، محدش مرب لبركات الا حسام عاشور، لكن هو هيعتمد على نفسه في التقدم، عدى وجاب الكره على رجله اليمين وعمل على طول العرضيه. عشان يبقى في الملعب ولا نحتكم لضربات الجزاء، ضربات ادي الثالث ان شاء الله. لكن وليد الهدول
معوض. سيد متعب بيلعبها بترجع مرة ثانية. كان معوض عايز متعب يلعبها له على طول، لكن الاستحواذ مستمر للنادي الاهلي. التمرير من قدم لقدم، وده كلام مظبوط في الثلث التحضيري للهجمة، لكن عايزين انهاء الهجمة، عايزين الدقة زي ما قلت لحضراتكم. ما نفقدش الكرة بسهولة زي ما فقدناها كده. رجعت مرة ثانية. نتمنى يكون الاسماعيلي متقدم على شقيق الهلال. لقاءين عربيين في الاسماعيلية مع ابناء وادي النيل مع نادي الهلال، وهنا لقاءين عربيين بين سفيرين للكرة المصرية وسفيرين يمثلان الكرة الليبية والكرة السودانية، الجارتين الشقيقتين لمصر. جارتين عزيزتين، شقيقتين عزيزتين غاليتين، مفيش كلام. علاقات على اعلى المستويات مع البلدين. هذه هربت من متعب، انما لكن مش هنقول لحضراتكم ان احنا كلنا بنترقب هدف الاطمئنان لسفير الكرة المصرية. هدف العبور الى الدور ربع النهائي باذن الله ياتي في الوقت الاصلي لهذه الدقائق المتبقيه. بيقول حكم اللقاء في لمسه يد، لكن عايزين نتاخد فرصه طالما الكره كانت مع الفريق الليبي نادي الاتحاد. 9 دقائق على نهايه الوقت الاصلي. محمد الصناعي، شريف اكرامي بيتكلم مع احمد السيد وائل جمعه، ورجع حسام عاشور. مظبوط الكلام. دفع خلاص، حكم اللقاء اشار بفاول. مظبوط لشهاب. جسم شهاب وجسم حسام عاشور واحد متشابه. هذه رقم 6 شهاب الدين، احد افرازات مدرسه الكره في النادي الاهلي. كان الفرصه حسام الباقي. احمد شكري بالقميص رقم 20 يستعد. سنرى على حساب من بيلعب على طول. شريف اكرامي اماميه. اسامه لكن مقطوعه، بتروح على طول لكوليبالي الى خارج الملعب. تماس بيطلع احمد السيد الكوره. بالفعل مطلوب الكره تبقى في وسط الملعب الاتحادي. عبد العزيز بريش ملعوبه بالكعب من كوليبالي، وعلى طول تسلل انما ما كانش يجب انه يلمس، لانه كانت ممكن تخطير هذه الكوره الاولانيه دي. التسلل واضح. فارق. شريف اكرامي خارج منطقه ال 18 هو اللي هينفذ الضربه الحره غير المباشره في ايده. على طول حكم اللقاء تومانديز عاليه، لكن بيرد على طول الشيباني اللافي. صراع على الكره الاماميه، لكن حطها له احمد السيد بطريقه الخطا. طبعا خبطت فيه بمعنى ادق، لكن بقول لحضراتكم التركيز. لاعب قوي البنيه، طويل القامه، وبالتالي يمثل خطوره لازم يركزوا معاه. ابو تريكه مش مظبوطه التمريره لاسامه حسني، اتقطعت. كان محمد فضل مره ثانيه اتلعبت، لكن بركات واخد المكان تمام ويبدا الهجمه. يعني التركيز في ال7 دقائق على الصعيد الدفاعي مطلوب اكثر بكثير مما هو مطلوب على الصعيد الهجومي في الدقائق المتبقيه دي. سيد معوض، ان لم تتمكن من احراز الهدف الثالث فعليك ان تحافظ على نظافه شباكك لنحتكم لركلات الترجيح. اتلعبت على طول ركلات الترجيح مباشره، ما فيش لعب وقت اضافي، لكن نتمنى ان شاء الله ما نصلش لهذه المرحله. ادي على طول استلام عماد متعب بعد الكره، ما يعني بعد الخبطه هو نفسه بيتالم، وتقريبا شكري هيكون على حسابه ولا ايه. بركات يا راجل، يلا يا راجل، ما فيش. انما رجعت مره ثانيه حسام عاشور وبيعلق الكوره وتتقطع وترجع مره ثانيه. نرجع لان في عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي متقدمين. ادي استلم حسام عاشور للاولانيه، لكن ما ضغطش في الثانيه، وبقت الهجمه المرتده والانطلاقه والعرضيه. احمد السيد على طول بيطلع حسام عاشور، يعني يمتص الكره بشكل حلو ويدي على طول لمتعب.
اعتقد شكري يكون على حساب متعب، لانه بعد الخبطه كده اللي اتخبطها او الكدمه الشديده يعني هو بيتالم، مش هو بنفس الحاله اللي كانت قبل الهدف. ملعوبه حلوه بركات مين؟ اها عدت سبقت اسامه حسني، سبقت عماد متعب هو نفسه عماد متعب. هادي جلبرت، سلامات لعماد. حكم اللقاء بيقول لمحمد ابو العلا وبدلاء النادي الاهلي خلاص ابعدوا عن منطقه خلف مرمى سمير عبود. في لعيب واقع على الارض من هذه كابتن الخطيب، مهندس ابراهيم المعلم، خالد مرتجي، مهندس هشام سعيد، مع سعاده سفير الجماهيريه العربيه الليبيه ورئيس البعثه الاستاذ عبد المجيد صالح. سنرى شكري بنلعب في الدقيقه 40 على ما يهوب بيتكلم مع اسامه حسني، حسام البدري. لحظات ترقب. عماد متعب بالفعل مفيش كلام، يخرج وينزل احمد شكري. سلامات لعماد. هذه الكوره طبعا جمهور النادي الاهلي كله في الماسوره الرئيسيه لاستاد القاهره. احمد شكري دخل خد مكان عماد متعب في تشكيله النادي الاهلي، وعماد بيلقى بتحيه من الجماهير اللي كان جول جميل مفيش كلام، جول لا يحرزه الا الكبار الا اللاعبين الموهوبين يعني مفيش كلام. هذه الاماميه باتجاه محمد فاضل، لازم سرعته وبرجله حلوه، حط الكره حلوه ودخل منطقه 18 وعمل يا راجل الاولانيه يا اسامه يا راجل. لا دي جول يا اسامه، مش انت اللي تضيع دي يا اسامه يا حسني. الشيخ اسامه لسه بركاته ما ظهرتش، دي كره الجول الثالث مفيش كلام، لكن مش هنبكي على اللي فات ونركز في اللي جاي. بنلعب قبل 4 دقايق من انتهاء الوقت الاصلي للشوط الثاني لمباراه. بقول لحضراتكم ادي كوره اهي هو فكر فيها 100 تفكير طبعا. هذه خلاص كله تمام، كله بره. سعيد احمد على ما يهب عماد متعب، كله عماد متعب مسك دماغه، استشعر انه اكنه هو اللي بيلعبها. ادي الكوره بالصراع ينتهي لصالح النادي الاهلي. عدى احمد السيد، سقوط على الارض امام الحكم، اداله فاول على طول. انذار للاعب مروان، بيعتذر على الفاول اللي عمله مع احمد السيد. خلاص هو في شد وفي لكن الراجل اعتذر وخد بطاقه صفراء مفيش كلام خلاص. شهاب لسيد معوض، التركيز يا رجال الاهلي في الدقائق المتبقيه 3 دقائق، بالامكان خطف جول الثالث وبالتالي اراحه الاعصاب واراحه كل هذه الجماهير المحتشده هنا في استاد القاهره والمتابعه للمباراه امام الشاشات. اللمسه واللعبه مره ثانيه، شكري لشهاب عايز يلعب هناك ناحيه بركات لكن مقطوعه تروح لحسام عاشور. حسام عاشور في المنطقه اليمنى ويلعب العرضيه مش مظبوطه، يسيبها ياخد رميه تماس. عبد العزيز بريش هو اللي يلعب رميه التماس. لسه ما عرفناش الوقت المحتسب بدل من الضاع للشوط الثاني قد ايه. بيلعب في الدقيقه 43 من الوقت الاصلي. الكره في نص الملعب، صراع ينتهي لحسام عاشور اللي بيعلي الكره مره ثانيه. المحاوله لكن مقطوعه وإيمار، لكن الكره الاماميه عند شريف اكرامي، ياخد هو يردتين 3 5 كده والله بيه 10 خارج منطقه ال 18 وبيعلق الكره على حدود منطقه 18 لفريق الاتحاد. عند محمد فاضل بتعدي سيد معوض، صراع على الكره، يستلم سيء والله شكري وياخد ضربه ركنيه. احمد شكري والبحث عن هدف العبور لدور ربع النهائي مع الدقائق او الدقيقه الاخيره للوقت الاصلي للشوط الثاني. 2 للنادي الاهلي. لعبها على طول مع سيد معوض لشكري مره ثانيه بالقدم اليمنى، العرضيه يا
قربت يا اسامه، قربت قربت، لسه في امل طالما في دقايق، لسه في امل طالما في لعب، والسقوط على الارض لاحد لاعبي هذه اسامه، وابو تريكه كان وراه. لكن التغييرات الثلاثه خلصت طبعا لفريق الاتحاد الليبي، وبنلعب في الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل من الضائع. قام اللاعب اسامه شلوبه، هذه الكره الى خارج الملعب، رمي التماس لصالح الاتحاد الليبي. اللعب موجود في وسط ملعب الاتحاد، 5 دقايق وقت محتسب بدل من الضائع، وقت جيد، وقت كويس، وقت ممكن الاصرار والحماس والرغبه والخبره، ممكن كل ده ممكن. شهاب حط الكره تحت رجله كده، يلعبها ناحيه اليمين هناك عند بركات، ينطلق بركات بالقدم اليسرى داخل المنطقه، بتطلع وترجع مره ثانيه. احمد السيد يسندها كده ناحيه وائل جمعه اللي بيعليها، لكن تصطدم بجسم كوليبالي وتطلع بره الملعب. طبعا نادي الاتحاد المرحوم ثابت البطل اشتغل فيه كابتن احمد ناجي، اشتغل فيه كابتن انور سلامه، كابتن علاء ميهوب، مجموعه من ابناء النادي الاهلي اشتغلوا في نادي الاتحاد، وبالتالي علاقات بين الناديين قويه. ادي كوره من شكري ما ظبطتش بعيده، بتطلع بره الملعب. بدأنا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع. لحظات الترقب على وجه هادي وعلى وجه حسام. الجماهير بتستعجل تنفيذ ضربة المرمى لسمير عبود، اتلعبت على طول. بركات بيحاول يستحوذ على كورته، طلع التماس، اتلعبت على طول. شهاب لحسام عاشور، سيد معوض. تكثيف التواجد في وسط ملعب الاتحاد مطلوب في الدقائق الاربعه المتبقيه. لاحمد شكري، يخش هو في نص الملعب ويستلم تاني من حسام عاشور ويطولها على نفسه، لكن رجع ادى لشهاب ولعب مع شهاب، حطها حلوه في اليمين هناك لبركات، العقل المفكر للهجمات الاهلاويه من ناحيه اليمين، سند كده لاسامه لابو تريكه. بركات، شهاب قويه، مش لحد لكن يحاول سيد، ما يلحقش السيد، فقد الاهلي الكوره وبقيت رمي التماس. التوتر والاعصاب والترقب، جماهير الاتحاد الليبي تتابع وتترقب ايضا وتنتظر. يعني يا جماعه كره القدم عشق للجميع. اللي فايز في هذا اللقاء مترقب وقلقان وعايز يجيب الجول الثالث عشان ينهي المحاوله لصالحه وبالتالي يصعد ويخطف بطاقه التاهل. الخسران عايز ينهي الوقت المكتسب بدل من الضائع لصالحه عشان يحتكم لركلات الترجيح. استلم حسام عاشور، بيرجع الكره كده للشريف اكرامي، بيطلع هو بره منطقه 18 بتاعته، بيقول لهم هلعب الكره الاماميه. لعب هو الاماميه على حدود ال 18. الشيباني بيردها في نص الملعب على طول لإيمار. بركات يلعب مع اللي وشه للملعب وائل جمعه، هربت منه لكن رجعت مره ثانيه للاهلي. السرعه في التمرير والدقه في التمرير على طول. سيد معوض، سيد بيلعب مره ثانيه لحسام عاشور، لشهاب، فكر في التسديد، اقول لك فكر في التسديد، اقول لك يا شهاب الشباك، يعني شهاب كده شهاب يخترق الشباك. اقول لك فكر في التسديد، والله قلبي معاك وحاسس ان هتيجي جول، حاسس انها هتدخل الشباك، هتخترق.
سماء استاد القاهرة. شهاب يضيء سماء القاهرة، يضيء سماء القاهرة ويطلق العنان لفرحة هذا الجهاز لناجي ويوسف والبدري وهادي. نركز أحمد السيد، نركز حتى الدقيقة الأخيرة، وبالتالي نتابع. والضغط على طول في نص الملعب، يستلم وعلى طول كتير قالوا الاهلي هيجيب 3 اجوال، انما اتقطعت هدايا شكري. استلم مرة تانية شكري وخدها وانطلق. كتير 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 قالوا حاتم الحسيني وايمن بدرة واشرف صبحي قبل ما ادخل الاستاد، قالوا 3 وان شاء الله 3 ال3، لان الكل مصري والكل بيحلم بالفوز للبطل المصري والسفير المصري. نتمناها تكمل على خير، نتمناها تنتهي بهذا الهدف الشهابي، الهدف الشهابي اللي اضاء سماء الجنبات كل الاستاد واضاء سماء القاهره بل سماء مصر كلها اذا ما انتهت المباراه. وباذن الله باذن الله يضع صفرته في فمه وننتظر شكرا 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 تومانديز. انه الاهلي يا عزيزي، قال كلمته في الوقت المناسب وفي الدقيقه المناسبه، وقال انه الزعيم للقاره الافريقيه، انه نادي القرن الذي لا يعرف الياس. روح الانتصار كانت موجوده، عزيمه الكبار كانت موجوده، الانبهار والابهار كان موجودا مع الدقيقه الاخيره. انه سفير الكره المصريه يتالق بالثلاثيه هنا في استاد درة الملاعب المصريه، استاد القاهره الدولي. ثلاثيه اولها للمتعب وثانيها للفضل وثالثها للشهاب. مبروك لكل مصر، مبروك. وبروح رياضيه نرفع القبعه ونحيي الاشقاء الليبيين على جهدهم، على مثابرتهم، على صمودهم، وهكذا هي الكره. مبروك للاهلي، حظ اوفر في قادم البطولات للاشقاء في نادي الاتحاد، نادي كبير في بلده وكبير عربيا، ونتمناه في القادم وفي المستقبل ان يكون رفقه الفرق المصريه ايضا واشقائه في كل مكان هناك في البطولات في النهائيات. مبروك للاهلي، مبروك لهذا الجهاز الفني والمدرب الذي كان تحت ضغط كبير حسام البدري. ميودراج ليسيتش المدير الفني الصربي وحسام البدري في المواجهة في الخطوط خارج الخطوط الفنية. حوالي 2000 متفرج قدموا من الجماهيرية الليبية. بعثة تتكون من 30 لاعب و20 صحفي وصلت قبل يومين برئاسة السيد عبد المجيد صالح رئيس البعثة المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، طبعا رئيس النادي العقيد سعد مسعود، ورئيس الجمعية العمومية للنادي السيد المهندس محمد معمر القذافي، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية. عموما الجماهير المصرية محتشدة، ويعني تقدر تقول على استاد القاهرة فدان فراولة النهارده، من اليمين ومن اليسار كله أحمر فأحمر، والكل ينتظر صفرة البداية لهذا الحكم. بيشير وينظر في ساعته على بركة الله. تنطلق صفرة التحكيم الأولى لهذا الحكم تومانديز على بركة الله لسفير الكرة المصرية النادي الأهلي بزيه الأحمر، والأشقاء الليبيين بالزي الأبيض، رغم أن اللون الرئيسي لهم هو اللون الأحمر اللي لعبوا بيه مباراتهم على ملعبهم. سيد معوض في البداية مع أحمد السيد قائد الدفاع الأهلاوي، قائد تيم النادي الأهلي. الجماهير تهتف وتشجع من حوالي 3 ساعات. في نص الملعب بالرقم 6 شهاب الدين أحمد لحسام عاشور. 2-0 مباراة الذهاب هناك في 11 يونيو، هنا في 9 مايو مطلوب 3، وبإذن الله قادر النادي الأهلي بالإصرار وروح الانتصار ومعنويات الكبار والتاريخ والشهرة، كل ده ممكن. سقوط على الأرض لكن ما فيش حاجة، حكم اللقاء بيقول، واللعبة على طول مستمر. الأمامية أحمد السيد مقطوعة، يستلم شريف عبد الفضيل ويحط على طول عند شهاب لشريف، يحط الكرة البركات موجود بفضل الله. كان في كلام كده انه كان عنده شد، لكن الحمد لله وادي لعب لشريف، وشريف مره ثانيه عايز يلعب هو العرضيه، ولعب العرضيه للسياره، استلم متعب العائد وحطها البركات. هدف مبكر في البدايه، كلام يبقى حلو، يا سلام يا شهاب، لكن مره ثانيه ترتد من الدفاع. مطلوب هدف مبكر يريح الاعصاب ويقلص الفارق المطلوب. ادي على ميهوب. رمي التماس اذا للنادي الاهلي. المدير الفني الصربي تصريحاته كانت تصريحات عنتريه،
قال عنده امال وعنده ثقه كبيره جدا في لاعبيه. ضربه حره مباشره لصالح الاتحاد او التيحة كما يلقب هناك في الجماهيريه، الجار المقرب والمحبب الى المصريين، الجار الشقيق الليبي، حدود مشتركه، علاقات ضاربه في جذور التاريخ. على طول داخل منطقه 18 شريف إكرامي. يا سلام يا شريف، الكره على طول كانت ملعوبه من محمد الصناني اماميه، يحاول معها ابو تريكه، يحاول يلحق 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 يلحق، بالاصرار لحق، بالاصرار لحق، وبتحيه الجماهير استقبل، وبالمحاوله عند احمد حسن اللي بيقدر عايز يسدد، والتسديد. يا سلام يا سلام، البدايه بتقول ان الكل جاهز، الكل متشوق، الكل متحمس، وده المطلوب في هذا اللقاء. لقاء بقول لحضراتكم كما وصف وائل جمعه هو الاهم للاهلي في مسيره هذا الموسم. الجماهير والصحافه تتعامل على ان هذا اللقاء هو مفترق الطرق بالنسبه للموسم اللي حسمه النادي الاهلي بلقب الدوري، لكن مطلوب ادي من بره لان كان مضغوط عليه. شريف إكرامي يعني بيكلمه على ما يقول له العب على طول لاي من الاطراف. معلش الكره عدت مره ثانيه، تماس لصالح الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي يسير على خطى النادي الاهلي في الدوري الليبي، رصيده 51 نقطه، متصدر في طريقه للقب خامس على التوالي، لقب رقم 16 في مسيرته الكرويه مع الكره الليبيه. زعيم هناك مع آل طرابلس وآل بني غازي. صراع داخل منطقه 18، سقوط على الارض، حكم اللقاء بيقول يلعبوا على طول مع الديه، كان في زحلقه، اتزحلق، استلم ابو تريكه، بيلعب ابو تريكه مع متعب في المقدمه الهجوميه. احمد حسن بيستلم، بيعدي بالعرض احمد وبيحطها لشريف عبد الفضيل في المكان الفاضي. بركات بيطلبها يحطها له على طول، اللمسه واللعبه مع شهاب بالرقم 6 في البطوله الافريقيه، كما هو حال احمد شكري بالرقم 20. انتوا عارفين حضراتكم يعني من 1 ل 23 في البطوله الافريقيه. ادي اللعبه مقطوعه، تتلعب على طول من الشيباني، مقطوعه مره ثانيه لشريف عبد الفضيل. ابتدى النادي الاهلي يفرض اسلوبه في نص ملعب الاتحاد الليبي مع البدايه المبكره مع الدقيقه الرابعه، الاكثر استحواذا كما كان الحال هناك في طرابلس، لكن نتمنى ان نترجم هذا الاستحواذ. لم نتمكن هناك من الترجمه هنا في ملعب استاد القاهره، استاد الرعب الذي يعني بقول لحضراتكم هذه المحاوله لا يا قائم، لا يا قائم، لا يعني كان يفرق كتير في الدقيقه الرابعه، وهذه محاوله لكن حكم اللقاء ده تحت فرصه وشابه ثاني. يا سلام، يستمر المحاوله وتستمر المحاوله ويستمر الضغط. البدايه بيقول فيها كلام كبير النادي الاهلي، لكن الهجمه المرتده وناخد بالنا وائل جمعه ضاغط. يا سلام يا سلام على طريقه المغناطيس، انما الكره فيها خطوره. ناخد بالنا ونركز، عايزين يكون الكلام في اتجاه واحد، في اتجاه مرمى سمير عبود، انما الهجمات المرتده يعني ادي يا سلام من قدام داوودة كملوا فاكرينه حضراتكم، كان بيلعب للقطن الكاميروني، لعب قدام النادي الاهلي في بطوله 2007 وبعدها مباشره في بطوله 2009 عفوا، بعدها مباشره انتقل لصفوف الاتحاد الليبي. كان الاهلي بيتكلم عليه، المريخ السوداني بيتكلم عليه، استقر بيه الحال في الاتحاد. العرضيه داخل منطقه 18 ومتعب وقف على كورته واستنى، انما اتقطعت، رجعت مره ثانيه للصناني، بيعلي الكره وائل جمعه، لكن في وسط الملعب سيد معوض بيقطع على طول ويدي لحسام عاشور. حكم اللقاء بيقول بيلعب على اتاحه الفرصه، وده كلام مظبوط، ده كلام في صالح النادي الاهلي. كل ما كان اللعب سريع يا جماعه كل ما كان افضل. انطلاقه عن طريق حلوه لشريف، لا كان لازم يلعب العرضيه بدل ما يسند السنده الاخرانيه. عموما تماس من بركات لشريف لبركات، هيعمل هو العرضيه، زقها كده وعايز يعدي، وادي مره ثانيه وشريف بيلعب هو العرضيه، انما بيقول ايه؟ بيقول بره الملعب ضربة مرمى، بيقول عدت. ادي احمد حسن بيتابع بيقول الكرة طلعت. ادي التسديدة، ادي اللي رايحة على طول في القائم، طبعا كانت صدت كده في ظهر أسامة شطيبة، عندهم شطيبة وعندنا شبيطة فرق حروف، انما استاد القاهرة لوحة حمراء جميلة بكل الوان الطيف المصري، رغم ان اللون السائد هو الاهلي، لكن اكيد الكل بيؤازر ويتمنى لسفير الكرة المصرية التوفيق. حسام عاشور يحط الكرة على طول لشهاب الدين أحمد،
يلعب لشريف عبد الفضيل صاحب الغزوات العنتريه في الخمس دقائق الاولى وفي الست دقائق. انطلق مرتين ثلاثه بمعدل كل دقيقتين انطلاقه. نتمنى المعدل ده يستمر مع مزيد من التركيز. يمكن الاستوديو التحليلي استاد النيل كابتن طاهر ابو زيد، كابتن علي ابو جريشه، وكابتن حسن الشاذلي، وكابتن فاروق جعفر ركزوا على ان غياب التركيز في مباراه الذهاب كان السبب في خساره النادي الاهلي. كرتين ملعوبتين باتجاه المرمى جاء منهم الجولين ليونس الشيباني واحمد الزوي، واهدار للعديد من الفرص هناك في استاد 11 يونيو. لكن ان شاء الله التركيز يكون موجود، الدافعيه والحافز والجاهزيه كله موجود. كان في لقاء في منزل احمد حسن بين اللاعبين والجهاز الفني، نوع من انواع يعني الحميميه والتاكيد على ان هذه الشيباني عنصر من عناصر المنتخب الليبي الشقيق. مع هذا الحارس قائد الاتحاد احمد سمير عبود، ايضا مفتاح غزاله الحارس البديل ايضا في المنتخب، ولعبوا كلاهما في هذا الاستاد في المباراه الشهيره في افتتاح 2006. فاكرين حضراتكم كاس افريقيا؟ ان شاء الله نفوز كما فزنا في مباراه افريقيا بذات النتيجه. فاكرين حضراتكم كان احمد حسن جاب جول من متابعه ركله الجزاء اللي سددها ميدو. نشوف على طول ونتابع. حكم اللقاء بيقول بيدي تحت فرصه، كلام مظبوط وكلام في صالح النادي الاهلي، لان معناه ان اللعب لا يتوقف. كل ما اللعب بيمر بيبقى لصالح الاتحاد الليبي، انما كل ما اللعب مستمر كده باستحواذ ومحاولات ورغبه تترجم من خلال تسديدات، من خلال اختراقات، من خلال عرضيات، سيصل الشياطين الحمر الى مرمى سمير عبود. ادي الاستلام عند شريف عبد الفضيل ناحيه اليمين، عايز يعدي، عدى هو واعتراض كده على طول، خد عليه فاول، كلام مظبوط. منصور البراكي هو اللي عمل الفاول. لعبت على طول ناحيه الشمال، لكن حكم اللقاء ادي السيد معوض حكم اللقاء بيقول عدت تماس. ملعوبه لوليد الخندوشي الى خارج الملعب. والله مدي فاول، مدي. ادي الصراع ما بين يونس الشيباني وعماد متعب، كان عدى عماد وبالتالي هو لم يجد سوى العرقله. حكم اللقاء بيقول نلعب على الصافره او بيشاور عليها. داوودة كان هو موجود في الحائط البشري كل لعيبه نادي الاتحاد. ميودراج بيشاور لعيبته كله يرجع، بيشاور اشاره كده كله يرجع. محمد بركات اكيد هيلعبها عاليه على حدود 6 ياردات، مين يقابل؟ ادي بركات اتعملت على طول بعيده قويه، بعيده لهي في المقص الشمال لمرمى سمير عبود، ولا حد قابل زي وائل جمعه واحمد السيد. كان متقدم وائل، كان راجع شهاب وراجع حسام عاشور، لكن خلاص كل واحد رجع خد مكان. سمير عبود كان في كره ثانيه في الملعب راح طلعها على طول ابو تريكه. سمير عبود بيلعب على طول الاماميه، رميه تماس لصالح النادي الاهلي في نص ملعبه من ناحيه الشمال. ادي الكابتن حسام البدري والكابتن هادي خشبه المدير الفني ومدير الكوره، وتفكير وترقب وانتظار، والجماهير هنا في استاد القاهره وامام الشاشات يترقبوا وينتظروا ويأملوا بافتتاح او هدف قص شريط افتتاح التهديف. ادي استلام حلو من احمد حسن، حطها على طول لمعوض، عايز يلعب العرضيه بالشمال وهي ولا ايه، انما على طول بيطلع، لسه ما ظبطش. مره ثانيه على طول حسام عاشور بيعلي داخل منطقه 18، تعلى تمام سهله عند سمير عبود، وحركه استعراضيه كده ونزول على الارض. خبره 37 سنه هذا الحارس سمير عبود. بيلعب على طول اماميه قويه ما شاء الله باتجاه منطقه جزاء النادي الاهلي
احمد الزاوي هداف الدوري الليبي برصيد 9 اهداف، عنده 28 سنه واحترف لنادي القادسيه السعودي عام 2008. كانت بدايته مع نادي النصر. رمية التماس بالمناسبة أندية عديدة ليبية تحمل ذات الأسماء اللي موجودة في مصر، زي النصر، يعني عندهم النصر الليبي زي النصر القاهري. ونشوف الكورة ونشوف كاميلو بيلعب العرضية ونشوف مين مطلع على طول. أحمد حسن نازل وبيطلع الكورة. عندهم الترسانة والمحلة والأولمبي، وطبعا 2 أهلي طرابلس وأهلي بني غازي تيمنا بالأهلي المصري. كرة عالية حائرة بيرجع كده سيد معوض يحط الكرة للشريف إكرامي يبدأ. عايزين الكرة ما تبقاش موجودة هنا، تبقى موجودة في الثلث الهجومي. أحمد حسن هدف هيروح الأعصاب، يطمئن الجماهير، يدي الثقة للاعبين، يرفع المعنويات، يقرب المسافات، مفيش كلام. ادي الاستلام لابو تريكة، حط الكرة على طول لمتعب، بيدور ويدور واتقطعت قصيرة لكن لسه يقاتل، وبالتالي تبقى رمية تماس. ادي الشيباني شعره على الطريقة الأوروبية، لكن الكرة الليبية يا جماعة قدمت نجوم في فترات سابقة، منهم العساوي اللي لعب مع الكابتن محمود الخطيب في منتخب العرب في قطر، اللي كان بيقوده اللواء عبد المنعم الحاج، نجم أسمر كان متميز، بالإضافة طبعا لطارق التايب النجم المتألق في الملاعب السعودية ومن قبلها الملاعب التونسية والتركية. محاولات في وسط الملعب لفريق الاتحاد، يبدأ على طول خندوشي لمحمد الصناني، على طول سهلة للشريف إكرامي، بيقول له زمايله اطلعوا هو على حدود منطقة 18، بيلعبها على طول لحدود منطقة 18. الثانية بتنزل قدام متعب، انما سهلة على خط ال6 ياردات، على خط ال6 ياردات، وبيطلع الكرة لان زميله وقع على الارض. سمير عبود، الشيباني هو اللي وقع على الارض، سلامات للشيباني، انما هو اصطدم بزميله، يعني لم يصطدم بمتعب، اصطدم بزميله. اهي كان هنا الصراع ثنائي، لكن الكرة هو دخل في زميله سمير عبود، نتمنى له السلامة. قام سليم الحمد لله، بيقول للحكم يعني انت ما شفتش، يعني ادي جمهور الاهلي مترقب كله. ديزيري تومانديز الحكم البالغ من العمر 40 عاما، بالمناسبة صيدلي، شارك في إدارة مباريات أنغولا 2010، أدار مباراة تونس الكاميرون. ادي ميودراج ليزيتش مدير فني صربي. بركات بيطلع كرة تماس، لأن الكرة كانت خرجت من سمير عبود لعلاج الشيباني. إذا تماس بيلعبوا وليد الهدلول للخندوشي للبراكي، تتقطع مرة تانية على طول شهاب، يلعب لسيد معوض في نص الملعب الاتحاد الليبي من ناحية شمال، بيقرب معاه أبو تريكة. أحمد حسن بيلعب كرة يفتح الملعب مرة تانية ناحية اليمين لشريف، شريف جنبه حسام عاشور، اللمسة واللعبة على طول. بركات قصيرة لكن يلحقها حسام ويعيد الكرة مرة أخرى. شريف عبد الفضيل عايز يعدي، بياخد فاول. يا ريت نلعب على الكورة ما نستناش الصافرة، لأن شريف بعد ما الكرة عدت هو وقف ورفع ايديه واستنى القرار، لكن منصور البراكي بيقول أنا ما عملتش حاجة. أبو تريكة في تنفيذ ضربة الحرة المباشرة للنادي الأهلي، بيشاور لمتعب وبيشاور لأحمد حسن، وملعوبة ومعدية، وهي دي ولا إيه يا راجل؟ كان تسلل طبعا. هي الأولانية هي التسديدة الأولانية اللي ما كملتش من محمد بركات، إنما راحت لأحمد حسن، كان في أهي الأولانية دي، إنما هو كان في موقع تسلله. مع ذلك برضو هادية بركات قلشت منه، عملها حلو أحمد حسن بالكعب، إنما كان بيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن كان هو في موقع تسلل. على طول اتلعبت الضربة الحرة غير المباشرة، كان رافع ايده حكم اللقاء دودي تومانديز ديزيري. الصراع ينتهي لصالح احمد حسن، وبيحط كرة الشيباني لكن بيقول له انا صفرت. حكم اللقاء بيقول لاحمد حسن انا صفرت، وجت من مصلحة النادي الاهلي.
بيقول له رمي التماس اتلعبت على طول. هذا احمد حسن، هذه الصراع اللي كان على الكوره اللي اتلعبت وحكم اللقاء كان مصفر، انما الكوره راحت على طول. شريف لبركات، لشريف لبركات مره ثانيه، عاملين جابها ناحيه اليمين. بركات بيبص كده ويشير لمتعب، لكن هو لعبها لشريف. رجع ورا لحسام. اللعب الامامي هو افضل وسيله لتحقيق المراد من رب العباد وهو الاهداف الثلاثه. لمسه ولعبه على طول. لما يبقى في سرعه يبقى في خطوره، لما يبقى في دقه وفي تركيز يبقى في اهداف. والضربه الركنيه للنادي الاهلي مع الدقيقه 17. الوقت بيجري، الوقت يمر، لكننا نبحث عن الهدف الاول. مفيش مشكله، المباراه من 90 دقيقه، و90 دقيقه اشغال كرويه شاقه بالفعل كما يقول دوما كابتننا ميم الشربيني. ادي على طول استلام من بركات، يا راجل بيعلي فوق. لسه الكره موجوده ولسه الخطوره قائمه، لكن تسلل للمره الثانيه. ناخد بالنا من مصيدة التسلل اللي يعني يلجأ ويحتكم اليها الاتحاد الليبي للحد من خطوره النادي الاهلي وايقاف تقدم مهاجمين. شايف على طول اهو ابو تريكه كان في مصيدة التسلل، مظبوط الكلام. ناحيه اليمين عبد العزيز بالريش يضغط كده عليه احمد حسن وياخدها، لكن مدي فاول على احمد. احمد عامل جبهه مع سيد معوض ناحيه الشمال، بيميل ناحيه الشمال. في اليمين بيجي بركات، احيانا بيخش في وسط الملعب، انما بيحاول دوما يكون مع شريف عبد الفضيل في اليمين، يبقى جبهه ثانيه. هو ابو تريكه الى جانب عماد متعب في المقدمه الهجوميه. اسلحه الاهلي متعدده وموجوده، لكن مطلوب التركيز، مطلوب الهدوء النفسي، الهدوء الداخلي عند اللعيبه. لكن المدرجات تهدى ليه؟ ما تهداش، المدرجات هاديه دلوقتي، ما ينفعش تهدى، لازم تشتغل وتشجع بقوه وحماس، تستثير اللاعبين وتستحثهم على بذل اقصى جهد ممكن من اجل الوصول للهدف المنشود لسفير الكره المصريه في دوري ابطال افريقيا. ادي بركات، حلوه اللعبه لمتعب، انما تاخر، عايز يحطها ناحيه الشمال، حطها بالفعل احمد حسن، عدى ولعب العرضيه، بيعليها يا سلام مره ثانيه. لو دخل بركات وسقوط على الارض على حدود منطقه 18، على حدود منطقه ال 18. حكم اللقاء بيتكلموا معاه لاعبو النادي الاهلي، طبعا عايزين بطاقه صفراء، عايزين يعني حاجه كده تقول للاعيبه الاتحاد ان الخطوه الجايه بينالتي، لكن حكم اللقاء بيتكلم مع الاثنين، بيقول خلاص انتهى الكلام. متعب بيتكلم مع ابو تريكه. هذه الكوره ضغط، حط رجله مظبوط. محمد بركات كانت بعيده عن استحواذه، لكن هو دخل بسن الحذاء كده، سند الكوره عشان يضمن ياخد اهي مره ثانيه. شايفين حضراتكم مرر الكوره بالفعل من تحت ساق شطيبه. هي دي ان شاء الله البدايه. حسام البدري في المنطقه الفنيه، حائط بشري من ست لاعبين. سمير عبود بيظبط الحائط البشري بتاعه. ابو تريكه احسن له من الناحيه الثانيه، لكن هنشوف يعني لو كانت دي ناحيه القوس من الناحيه الثانيه. بيتكلم ابو تريكه مع الحائط، مع الحكم بخصوص الحائط البشري، بيقول له خليك مكانك. حكم اللقاء واضح بيتكلم مع اللاعبين اللي واقف جنبهم، احمد حسن واقف جنبهم، وادي ابو تريكه في الحائط البشري في المكان اللي كان بيشير فيه لحكم اللقاء. خدنا وقت طويل في التنفيذ، انما بقول لحضراتكم ابو تريكه افضل وانجع في الناحيه الثانيه، اكثر نجاح في الناحيه الثانيه اللي هي تبقى على يمين حارس المرمى مش على شماله. ادي لمسه ولعبه في وسط الملعب، بيحاول يجمع الصناني، محمد الصناني، انما بتروح. حكم اللقاء بيقول تسلل على داوود كاميلو اللاعب الكاميروني. شريف إكرامي خارج منطقة 18 هينفذ هو الركلة الحرة المباشرة غير المباشرة. رافع ايده حكم اللقاء، بيسقطها على حدود ال 18. هناك عماد متعب بيستنى، لكن الشيباني بيطلع بمبدأ السلامة إلى مرة الملعب، رمي التماس. تبقى الهجمة مع النادي الأهلي، وتبقى المحاولة مستمرة مع 21 دقيقة انتصف الشوط الأول، لكن لسه الأهداف ما وصلناش، ما سجلناش. ادي على طول
عاشور بيلعب على طول معديه، بيحاول مره ثانيه احمد حسن يستحوذ ويستلم، عايز يدي لمعوض لكن لسه الصراع مستمر، ينتهي لصالح مروان المبروك. مروان المبروك بيحط الكره على طول في نص الملعب للزيوي، مره ثانيه البراكي للهدلول لشطيبه، تحضير كده للفريق الليبي للفريق الاتحاد، لمسه ولعبه وصراع ينتهي لكن مستمر. داوودة ينطلق ويتقدم لكن وائل جمعة ينهي المغامرة ويرجع الكرة مرة ثانية ويرد الشيباني. بركات على طول لعماد متعب انما تتقطع، الشيباني بيرجعها مرة ثانية لشريف عبد الفضيل. الاستحواذ في وسط الملعب مطلوب يعود للنادي الاهلي، ملعوبة مقرية وسهلة وواضحة، ملعوبة اما في وجه يعني كده اماميه او امام وليد الهدلولي اللي خدها من بركات اللي كان في ظهره. اتلعبت على طول مره ثانيه في نص الملعب الاهلاوي لكن طالع على طول شريف اكرامي. شريف اكرامي بيقول لزمايله تقدموا، بيتقدم هو كده لغايه نص ملعبه، بيعلق الكره على حدود منطقه 18، بيستفيد من امكاناته في ارسال الكرات الاماميه العاليه. وادي بركات بيسند الكره قدامه، بركات عايز يعدي وعمل عرضيه، يا فرصه يا فرصه، اين انت لما لم تكتملي وتبتسمي للاهلي؟ يعني الكره عرضيه حلوه، هو قال لك اعدي اهي، قال لك لو خبطني هاخد بينالتي، لو ضربني هاخد بينالتي، انما عدت وطلع على طول بيطلع شطيبه، اسامه شطيبه. مره ثانيه سيد معوض بيلعب الارضيه انما مقطوعه، ترجع مره ثانيه والهجمه تبقى مرتده على طول. الصناني بيلعب لمروان المبروك، مروان المبروك يتقدم وبيلعب الكره على طول يستلم لكن مره ثانيه يلحق على طول وياخدها. السلام حلو احمد السيد، يستلم ويعود مره اخرى. كل ما بتيجي فرصه كل ما بيبقى الامل قائم، كل ما تبقى الكره في بين اقدام النادي الاهلي في المقدمه الهجوميه بيبقى برضو الامل قائم. سيد معوض عدى حلو واظبط العرضيه، انما الشيباني لا، ده اللي طلع على طول الهدلول. مره ثانيه عند عبد العزيز بالريش، عبد العزيز بالريش بيلم كورته ياخدها منه على طول احمد حسن وبيلعبها بوش القدم الخارجي، ومره والثانيه والاثنين بيطلعوا، انما يعني طلع على الفاضي سمير عبود، لكن طلع على طول شطيبه، اسامه شطيبه، حسام عاشور لبركات لعاشور، سقوط على الارض بفاول لصالح حسام عاشور. لو لعبنا السهل الممتنع، يعني التمريره من لمسه ولعبه، يبقى في كلام مختلف. نتمنى للنادي الاسماعيلي التوفيق، بيلعب مع نادي الهلال، انما الظروف طبعا مباراه الذهاب افضل بالنسبه لنادي الاسماعيلي. دراويش الكره المصريه فازوا على الهلال هناك في درمان بهدف، يلعبوا على الارض وبالتالي خروج الكره خارج الملعب. مش عايزين الموضوع ده يتكرر يا جماعه، انما نتمنى السلامه لوليد الهدلول. الكره الشمال افريقيا اللي بتضم ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، ليهم يعني فلسفه، ليهم ثقافه كده في التعاطي مع الكرات في اضاعه الوقت. لكن بقول لحضراتكم امنياتنا القلبيه لفريق الاسماعيلي. دراويش الكره المصريه، هذه لقطه بانوراميه لجماهير النادي الاهلي في جنبات استاد القاهره، وبالتالي نتمنى للنادي الاسماعيلي ان يوفق في اجتياز مباراه الاياب امام الهلال السوداني. اسم كبير الهلال السوداني، مفيش كلام، اسم كبير سودانيا واسم كبير افريقيا. لكن الاسماعيلي تمكن من الفوز في درمان بهدف نظيف، يعني يكفي التعادل السلبي، اي نتيجه تعادل او فوز الاسماعيلي طبعا نتمنى فوزه عشان يبقى صعود باقتدار وجدارة. في المقابل كل التهنئة لحرس الحدود، مجلس إدارة وجهاز فني بقيادة طارق العشري ولاعبين على الفوز الكبير على السيمبا التنزاني بخماسية لهدف، وبالتالي صعود لدور ال16 المكرر. نتمنى له التوفيق في ثالث مشاركة له في كأس الكونفدرالية، ونحيي فريق بتروجيت على أداؤه المشرف وخسارته 0-1 أمام الصفاقسي هناك في تونس في صفاقس في أول مشاركة له. نشوف بركات بيلم الكرة بتبعد عنه لكن يحاول يجيبها ويجيبها لنفسه مرة ثانية، سقوط على الأرض البركات، نتمنى له السلامة في الأول والأهم. وشريف عبد الفضيل ياخد رمية تماس. نحيي لاعبي
بتروجيت كما ذكرت لحضراتكم في اول مشاركه امام فريق كبير وعريق ايضا فريق الصفاقس التونسي، له صولات وجولات مع هذه البطوله، فاز بها من قبل اكثر من مره. ادي استلام لشريف عبد الفضيل، شريف عايز يعدي عايز يعدي عايز يعدي وبيوسع لنفسه، خد الضربه الركنيه كما كان يريد. كل شيء في الملعب مهيأ للنادي الاهلي، ارضيه متميزه، مناخ رائع، درجه حراره 32 درجه، وجماهير غفيره. استلام بشكل حلو من احمد حسن وبيعلق الكره مره ثانيه، انما طويله طويله محدش كان مقابل، تطلع بره الملعب، ضربه مرمى. ادي حسام البدري بيقول له ما يستعجلش، بيشاور لاحمد حسن بيقول له انا كنت بلعبها، طبعا حاطط في دماغه ان كان حد موجود في المنطقه اليسرى او على يسار ناحيه القائم الايسر لمرمى سمير عبود. اذا 27 دقيقه لا اهداف حتى الان ما بين الشقيقين المصري الاهلي والليبي الاتحاد. ضربه حره مباشره لصالح احمد الزوي. حائط بشري، شايف منصور البراكي نمرة 8، محمد الصناني رقم 6، وحائط بشري من 3 لاعبين من النادي الأهلي. يونس الشيباني أيضا تقدم، وتقريبا هو خلاص هو اللي هيسدد، صاحب هدف السبق هناك. تسديدة إلى ضربة ركنية. شريف إكرامي بيقول نتابع ونركز ونشوف. سيد معوض جاي ياخد القائم الأيمن لمرمى شريف إكرامي، والضربة الركنية. بيطلب من اللعيبة يتحركوا داخل منطقة 18. حكم اللقاء رايح بينادي على 2 يتكلم معاهم. هذه الصناني بينادي على احمد الزوي، هو الجمعة، والصناني بيلعب الضربة الركنية على القايم القريب، مرة تانية بترجع له، عايز يلعب هو العرضية، عمل العرضية وناخد بالنا، لكن على طول مطلع ابو تريكة، كان راجع لكن راحت ليونس الشيباني. محاولات للفريق الليبي الشقيق، وشريف إكرامي على طول طالع من اعلى نقطة وعلى طول بيسدد. خلاص يا شريف، خلاص يا شريف، خلاص يا احمد يا سيد، ما قلنا مش عايزين اللعب يقف، مش عايزين اللعب يقف يا جماعة. هذا هو بيناديله، اداله انذار لوليد الخندوشي، اول بطاقة صفراء في هذا اللقاء مع الدقيقة 30. عموما هذه هنا ما فيش الفاول، كان احمد الزوي او احمد زوي على طول ملعوبه باتجاه ابو تريكه مقطوعه، يحاول حسام عاشور يلحق لكن على طول داوودة بيلعب للصناني، اتقطعت منه مره ثانيه لحسام عاشور ناحيه الشمال، ينطلق كده سيد معوض ويلعب الكره على طول معديه، السند لابو تريكه بيلم ويجيبها على رجله الشمال مره ثانيه ويلعبها داخل منطقه 18. سيد معوض، حكم اللقاء ماذا يقول؟ يقول لسيد معوض انذار، يقول لسيد معوض انذار. سنراها مره اخرى، سنراها يا ديزيري تومانديز. اعتبرها تمثيل، يعني انا شايف في دفعه بالكوع لكن اهي مره ثانيه. عموما خلاص لا بكاء على اللبن المسكوب، انطلقت الكره وسيد معوض انذار. ضربه حره، دفعه كده كان الناس مستنيه ضربه جزاء، لكن حكم اللقاء كان له قرار اني بالغ في الامر سيد معوض وبالتالي اعطاه انذار. عموما رمي التماس مطلوب، نص ملعب النادي الاهلي يعود مره اخرى للاستفاقه، للتركيز، لضبط الايقاع في الوسط.
لتموين المدافعين وإفساد الهجمات للضيوف. ادي شريف بيدفع الكرة كده ويلمها بشكل حلو، حط كده على طول مع ابو تريكة. ابو تريكة بيلمس مع شهاب، تأخير في التمرير بيضيق زوايا الرؤية كده ويعمل مشاكل. ادي خد رمية تماس شريف. ادي البدري قدام حضراتكم على اعصابه طبعا، الله يكون في عونه. احمد حسن على طول بيلعب لشريف، انما الكرة تتلعب مرة تانية عرضية مقطوعة من شريف لكن الى خارج الملعب تماس. المنظر يقول ايه؟ يقول الاهلي مستحوذ، الاهلي مسيطر، لكن الترجمة يا جماعة، الترجمة لازم تنعكس هذه السيطرة وهذا الهدوء وهذا الاستحواذ على منطقة الجزاء، منطقة العمليات، منطقة الخطورة هناك باتجاه مرمى سمير عبود. ادي بيفتح اللعب ناحية الشمال عند سيد معوض، لمسة ولعبة مع شريف عبد الفضيل، بيبعتها له مرة تانية، ينطلق ويتقدم ويحط كرة حلوة وبركات بيلم وعرضية من بركات واحمد حسن لكن الى خارج الملعب. ضربة ركنية للنادي الاهلي. محدش قرب معاه يلعب مع القصيرة، محدش قرب، كان في مساحة فاضية زي ما حضراتكم شايفين كده، مساحة فاضية تمام. لعب هو على ايمن القريب وعدت واحد والتاني، وناخد بالنا من الهجمة المرتدة، ناخد بالنا من الكثافة العددية، ناخد بالنا 4 على 4، لكن المحاولة لسه مع الفريق الليبي وبيلعب الكرة كده ورا شريف عبد الفضيل، ورا والله حسام عاشور، ياخد رمية تماس، ياخد رمية تماس، لكن الظروف خدمت، الظروف خدمت. سيتكرر السقوط، حكم اللقاء بيقول العب، وقام على طول اللاعب طبعا لما لقي ان الحكم مش هيوقف اللعب، استلم ابو تريكة على طول وانطلق ابو تريكة والسقوط على الارض. حكم اللقاء بيقول العب، بيقول العب. نركز يا جماعه ونلعب على الصافره، نلعب على الصافره اذا اذنتم. سقوط على الارض، سيتكرر المشهد، سيتكرر المشهد. ادي استلام مره ثانيه من بركات، بيرجع ناحيه ملعبه لكن على طول يقف عليها ويستنى. هناك في الشمال بيطلبها سيد معوض، حطها سيد معوض. هدف، هدف يروح الاعصاب، يريح الامور، ينهي هذا الصراع وهذا الجدل. سيد يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، يعني بالفعل يا احمد يا حسن كان ممكن هو يحط النادي الاهلي على يعني مقدمه المباراه بهدف. اهي مره ثانيه اتلعبت بشكل حلو قوي قوي قوي، دي هي دي سيد معوض، سيد معوض شوف حضراتكم الاعاده افاده، انما هو يعني الكره جات له كده، واحده من دول تفتح المباراه، تفتح المباراه، تفتح المباراه، مفيش كلام. يعني تخيلوا حضراتكم لو ان مباراه الذهاب كانت انتهت 2-1، عرفتوا ليه؟ التسجيل في مرمى المنافس بيريح الاعصاب، بيريح الاعصاب، مفيش كلام. هي مهمه كما يقول الجميع، مهمه صعبه لكنها ليست مستحيله مع الاصرار، مع روح الانتصار، مع الرغبه في الاستمرار هنا في استاد القاهره، الاستمرار في اللعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا. تماس مرة أخرى للنادي الأهلي. 10 دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، وادي الكرة العرضية لكن على طول بيطلع. يلا يا شهاب، شهاب صاحب قدم قوية، صاحب قدم قوية، ماذا تفعل يا شهاب؟ ماذا تفعل يا شهاب؟ لم يمرر لزميل، لم يسدد بقوة، وإنما أرسلها مع التحية لسمير عبود. هذه حسام البدري أهو، يعني وجه وتعبير لا يحتاج الى تعليق. اتلعبت، الجايات افضل، الجايات اكتر، الجايات افضل من الرايحات على راي المرحوم الكابتن الرائد، رائد التعليق كابتن محمد لطيف. نتمنى الجايات اكتر من الرايحات وافضل من الرايحات واهداف، لان زي ما بيقولوا دايما لغة كرة القدم الأهداف. أدي سيد معوض حط الكرة تحت رجله، ما تستعجلش يا سيد، ما تستعجلش، كانت باينة من سندته للكرة إنه مستعجل، لسه متعب اللي غاب عن مباراة الذهاب وغاب عن مباراتي المنصورة والإسماعيلي. دي الكرة اللي بقول لحضراتكم دي الأفضل الأخطر، وادي الرياكشن، ادي رد الفعل، ادي يعني إن شاء الله إن شاء الله جاي. وادي محاولة وشريف طالع ويخبط مع زميله، وحكم اللقاء بيقول العب، بيقول العب، وشريف لازم يقوم عشان اللعب يستمر. بالفعل لعب بركات، لعب بركات، وبالتالي على طول راحت لشريف عبد الفضيل
لازم يعني يقوم شريف إكرامي، مفيش وقت. اتلعبت ناحية الشمال، كان داخل غلط في توقيت غلط، لكن خلاص. بركات للسيد معوض، يسند كده مع ابو تريكه. ابو تريكه اللمسه واللعبه، لكن بيعليها ومره ثانيه وبالقدم اليسرى بيعمل هو العرضيه. يونس الشيباني بيطلع، لكن على طول شطيبه مع الهدلول، يبعت الاماميه الهدلول الى خارج، والله لسه في الملعب، وخدها من وائل، لكن رجع وائل خدها مره ثانيه، وسقوط على الارض لداوود كاميلو، لكن حكم اللقاء بيقول يلعب. على طول ابو تريكه بينزل في نص الملعب، بركات بيلعب، لكن اداله، والله احمد حسن اداله الفاول بعد ما الكوره ما راحتش للزميل. حكم يعشق اتاحه الفرصه، وبالتالي يريد يعني استمرار اللعب، لان التوقف طبعا هذه وليد الهدلول في دفعه، وبالتالي حكم اللقاء لما لقي الكوره ما راحتش للزميل لاحمد حسن على طول اعاد الكوره بضربه حره مباشره. هذا عماد متعب، مالوش لازمه كل الكلام ده، تركيز في اللعب، ما ياخدكش يا عماد لمنطقه. احمد السيد جه يلعب مع كاميلو، صراع داخل منطقه 18. حكم اللقاء بيتكلم مع الصناني، محمد الصناني هو اللي كان مع متعب وندى على متعب كمان. خلاص التركيز، أين أنت يا تركيز؟ أنت المطلوب، أنت المرتجى، أنت المنتظر. من لكن لسه الكرة في الملعب، ويعني يتقدم بركات على طريقة هدفه في مباراة الزمالك، لكن إلى خارج الملعب، إلى ضربة ركنية وسقوط على الأرض لاعب من الأهلي ولاعبين من الاتحاد الليبي. نتمنى السلامة للجميع. سمير عبود يتألم، نتمنى له السلامة. كما شوف حضراتكم هذه الكرة بركات عمل نفس هدف التعادل في مباراة الزمالك وسدد، لكن على طول يتألق سمير عبود بخبرة السنين. بقول لحضراتكم 37 سنة، حارس مرمى أول للكرة الليبية منذ فترة طويلة، في العشرية الأخيرة هو الحارس الأول، بديله دوما مفتاح غزالة. الجهازين الطبيين بيتابعوا الحالات اللي واقعة على الأرض، لكن خلاص إن شاء الله كله تمام. حكم اللقاء رشفة ماء كده، اللي بقول لحضراتكم الجو مثالي من حيث اللعب، لكن درجة الحرارة 32، درجة حرارة عالية مع نسبة كده رطوبة. هيستأنف اللعب بضربة ركنية. ادي منظر عام لاستاد القاهرة، لؤلؤة الملاعب المصرية. اتلعبت احمد حسن، لمسة سهلة كده، سهلة لسمير عبود. أعود وأقول أين أنت يا تركيز، لأنه هو ما يفتقده الأهلي في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. في سيطرة، في استحواذ كما كان الحال هناك في طرابلس، لكن إنهاء الهجمات يفتقد للدقة، يفتقد للتركيز. أدي على طول بيطلع عند سيد معوض، أحمد السيد استلم منه سيد معوض، حطها على طول لبركات، تعود مرة أخرى وتخبط في بركات وتبقى رمي التماس. كرة على طريقة الطرائف والغرائب. المباراة تبحث عن هدف بالنسبة للنادي الأهلي، يفض الاشتباك. ادى على طول اتاحة، ادى فاول، استلم على طول حسام عاشور، سندة كده لابو تريكة، ممكن هنا بتاع دي منطقته، لكن هو التمريرة كان فيها استعجال. أين أنت يا تركيز؟ اتلعبت على طول، تتقطع
على طول اسرع يا ريت اسرع، لان هي السرعه هي اللي بتعمل اختلال في التوازن للمدافعين. زي الكره دي يلا يا متعب براحتك، براحه يا متعب على طول. لكن احمد حسن على طول بيسندها كده وتعلى وتطلع بره ثانيه ناحيه اليمين. براحه يا متعب، يعني هو ينفذ طالما دخل عند الثلث الهجومي على حدود ال6 ياردات، يلعب هو براحه عشان ياخد القرار السليم، ما يفقدش، ما يبقاش متسربع، ما يبقاش مستعجل. انما ما كانش فيه زميل في وضع يعني مكاني متميز، انما اتلعبت من اليمين الشمال هناك عند سيد معوض، عايز يعدي سيد انما طولت، حط الكره قدامه وعلى طول وليد الخندوشي بيلعبها، لكن بتروح مره ثانيه لبركات اللي بيلعب العرضيه قويه ما فيش كلام، تطلع الى خارج الملعب ضربه مرمى. لغز في الثلث الهجومي للنادي الاهلي، في امكانات، هو هنا بيفكر، واضح ان الفكره جات له فقال خلاص افكر مع يعني انفذها مع بدايه الشوط الثاني. الكلام ده على حسام البدري اللي قدام حضراتكم على الشاشه، صاحب بطوله الدوري في اول مواسمه كمدير فني مع النادي الاهلي. بيلعب في الدقيقه 43. سمير عبود بيلعب على طول الاماميه، دافعه كده امام مرأى ومسمع من الحكم لاحمد السيد الفاول. ادي ليسيج الصربي، النتيجه على مرامه لغايه دلوقتي. ادي الزاوي احمد حسن، انما مقطوعه تروح على طول لحسام عاشور، يفتح في اليمين كده لشريف لاحمد، بيحطها لشهاب، يسند لعاشور لمعوض لعاشور، لكن مقطوعه بقول لحضراتكم يعني. وادي ملعوبه في المكان الفاضي لداوودة من الزاوي، من احمد الزاوي لداوودة، طبعا عايز يعني يضيع بيها وقت يعمل بيها خطوره، لكن عمل العرضيه مقطوعه. رجع مره ثانيه سيد معوض، يا ريت اسرع، وبالتالي تتلعب حلوه لبركات اللي عايز يتلم عليها وينطلق هو ويدخل منطقه ال 18. استنى وعرض الكوره وعايز يلعب العرضيه، وعمل العرضيه قويه احمد حسن، بيحاول يستلم بيدور على شريف عبد الفضيل، بيدور على شريف، عمل العرضيه حلوه على حدود ال 18. حسام عاشور لابو تريكه يا راجل، التسديده والله متعب ما لعبش مع زمايله، ما لعبش مع ابو تريكه، كان ابو تريكه في ناحيه الشمال بالنسبه له. جمله بتتعمل، محاوله بتتنفذ، لكن الفينش او انهاء الهجمه مش بالدقه، مش بالقوه، مش بالاصرار الكافي لاسكان الكره في الشباك. نتيجه ايه؟ نتيجه التوتر يا جماعه، لانه اللعيبه حاسه المهمه صعبه. هي مش صعبه بمنطق التاريخ، بمنطق يعني الخبرات مش صعبه، لكن برضه كره القدم ما فيهاش فيها كبير، فريق كبير، فريق الاتحاد في بلده، بطل من ابطال الكره الليبيه. ادي الكره العرضيه، ادي الضربه الركنيه. شايفين حضرتك لو في ضغط على السنترافين، على اسامه شطيبه وعلى يونس الشيباني، بتحصل غلطات. ادي وليد الهدلول كان هو اللي ضامن وبيخش، بينادي على عاشور بيقول له ارجع، خد بالك من اللي راجع هناك. مظبوط كلام البدري، 3 لعيبه يبقى لازم 4. اتلعبت معديه، سيد معوض بيلعب على طول، واحمد يلا يا راجل، الاولى والثانيه لسه الخطوره قائمه لسه، وشريف عبد بركات حلوه يلا يا وائل، يلا يا ابو تريكه، يلا يا معوض، مين فيهم التسديده الى خارج الملعب ركنيه. انما 3-4 مرات تيجي كره لاحمد حسن، هو الاكثر قربا من المرمى، لكن لسه التوفيق والتوفيق من عند الله مش من عند اللعيبه. لكن قادر الاهلي يوصل، قادر يسجل. ادي شوفوا حضراتكم، ادي الكوره دي الاخيره، انما دي اللي بقول لحضراتكم الاولانيه، وجات له مره ثانيه، و3 دقايق وقت محتسب بدل من الضائع. شايف انا محمد فضل تقريبا قايم يجري الاحماء. ادي على طول بيطلع شهاب وشريف عبد الفضيل، سقوط على الارض، لكن الصناني ياخدها وشريف يرجع ياخدها مره ثانيه، ولعب تعاوني ينتهي لصالح شريف، لاحمد لشريف بيزقها اكتر من المطلوب، تتقطع وترجع مره ثانيه ومفيش تسلل، وناخد بالنا ونركز. وعلى طول كاميلو خطيره يا رجاله، يعني
بقول لحضراتكم ثنائي ادي داوود ادي ده، وشوفوا حضراتكم اهو مفيش تسلل تمام، في حاله سرحان واتلعبت واتسددت، انما كان قافل الزاويه شريف اكرامي تطلع بره الملعب. ناخد بالنا ما جبناش جول يدخل في مرمانا جول، ما ينفعش. نتحدث عن فريق يمثل الكره المصريه، فواخدين راحتنا في التعبير في التعليق. ادي فضلي زي ما قلت لحضراتكم بقى لنا فتره ما شفناهوش في الملاعب، انما حسام البدري خد قرار يلعب باثنين مهاجمين، واضح تمام القرار من خلال الدفع بمحمد فضلي للمنطقه التجهيزيه، منطقه الاحماء. صراع على الكوره لكن تتقطع. ابو تريكه اتقطعت منه، يضغط مره ثانيه متعب يعطل، لكن على طول تروح على طول للهدلول. الهدلول بتتلعب لسه عند احمد حسن، مره ثانيه للبراكي منصور البراكي بالكعب ملعوبه. حلوه المحاوله طبعا الاشقاء الليبيين مع الدقائق الاخيره، قال لك نعمل محاولات ربما وناخد بالنا. يعني ناحيه الشمال هناك ملعوبه عند عبد العزيز بالريش وضربه الراس والقائم لكن بيقول طلعت بره، خبطه في القائم من بره. ناخد بالنا كرتين في الوقت المحتسب بدل من الضياع. شايفين سايبه تمام. شريف عبد الفضيل ملعوبه في القائم وطلعت من القائم الى خارج الملعب، ما لمسهاش شريف اكرامي. انما ناخد بالنا ادي متعب، يا ريت يكون النهايه فيها نهايه الشوط الاول فيها هدف حسام عاشور. انما اللي عايز يجيب هدف يا جماعه في الوقت ده يلعب للامام، ما يلعبش للورا، وتسديده طائشه ترتد على طول ناحيه الشمال. لكن حكم اللقاء يطلق صفره النهايه معلنا انتهاء الشوط الاول بتعادل سلبي بين الاهلي وضيفه الاتحاد الليبي.